السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتير من المسلمين عايشين في بلاد الغرب وبيعطوا صورة حسنة عن الإسلام، وآلاف الناس اللي مش مسلمة في الغرب بتسلم كل سنة من وراء الأخلاق العالية لهدول المسلمين. وفي المقابل في ناس محسوبة على الإسلام لكنها بتسيء للإسلام وبتعطي صورة سيئة للغرب عن المسلمين. ومن هدول الناس راقصة تحمل الجنسية السعودية أهانت القرآن الكريم، قرأت سورة الفاتحة وهي ترقص شبه عارية. تابعوا هذا الفيديو وشوفوا كمية الجهل والقذارة اللي وصلنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا على يقين أن الإخوة السعوديين يتبرؤون من هذا الفعل القبيح والعمل المشين، هذا الفعل الفاضح الذي تشمئز منه النفوس وتكرهه العيون والقلوب. جرأة على الله وكتابه الكريم في شهر رمضان، شهر القرآن. شاهدوا يا أمة محمد إلى أين وصل بنا الحال. الغرب يغزونا بعقولهم ونحن نغزوهم بأجسادنا العارية. ومن هنا فإنني أطالب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن يسحب منها الجنسية السعودية ويعاقبها حتى تكون عبرة للآخرين، لأن الفترة الأخيرة زادت فيها مثل هذه السخافات التي تسيء للإسلام. للأسف لم يعاقبهم أي أحد. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاقبنا بذنبهم يا الله. والذين أرادوا الإساءة للقرآن لم يسيئوا إلا لأنفسهم.